يا مساء الخير على كل الناس الحلوة اللي شايفاني وسمعاني دلوقتي. أهلا بيكم وبرنامجكم حلقة متجددة كل أسبوع وبرنامج أولادنا يستاهلوا. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، بما ان في شوية أطفال أخدوا الأجازة ولكن لسه في ناس بتمتحن وناس أخدت الأجازة، فهنتكلم عن موضوع مهم جدا، ازاي نقضي وقت أولادنا الفراغ في الأجازة، وخصوصا ان هم طول النهار قدام الموبايل والتلفزيون. ازاي وقت الفراغ ده نقضيه بطريقة كويسة، ازاي نخليهم يسيبوا الموبايل. وهل يا ترى في حاجة اسمها تنمية مهارات؟ يعني ناس كتير قوي بتيجي تسألنا في الاستشارات الأسرية يعني ايه تنمية مهارات، وازاي انمي مهارات ابني، وايه الحاجات اللي اقدر ان انا اعملها معاه في البيت عشان انمي مهاراته. وهل يا ترى عشان انمي مهاراته فلازم اوديه مراكز معينة او حتت معينة عشان انمي المواهب بتاعته او المهارات بتاعته، ولا ممكن اقدر ان انا انمي الحاجات البسيطة اللي عنده جوه البيت؟ أنا بحب أطمن كل بابا وماما إن أنا ممكن أنمي كل حاجة عند ابني جوه البيت، بس في حاجات بسيطة جدا ممكن ان انا اشترك له فيها بره، او اساعد في ان هو يشترك في حاجات معينة في تنمية مهارات في مراكز خارجية. بس لازم اشتغل جوه البيت علشان يقدر ان هو يقضي وقت سعيد من غير اي زهق وملل، فيضطر ان هو يمسك الموبايل او يبص على التلفزيون فترات طويلة او التابلت whatever. وحاجة كمان ان الطفل طول ما هو وقته مش مشغول او مش بيعمل حاجة وعنده وقت فراغ، فهيعمل ايه؟ هيضايق بابا، هيضايق ماما، هيتخانق مع اخواته، هيبتدي ان هو يعمل مشاكل، هيكسر في البيت، هيحصل بقى فرط حركة وتنطيط، هيبتدي ان هو ياكل حلويات كتير لان هو فاضي قاعد مش بيعمل حاجة. فلازم ان انا اشغل وقته، وعشان كده هو ده دور الاب والام في ان احنا نقدر ان احنا نعمل لهم جدول مهم جدا جدا. الجدول ده بيحتوي على اني انا اظبط مواعيد ابني هيعمل ايه كل نص ساعة او كل ساعة، وبالتالي كل ما الحاجة تكون اللي هيعملها شيقة فهيبتدي ان هو يكون متشجع ليها وعايز يعملها. يعني قدامنا حاجات كتير قوي، يعني بالنسبة لسن ابتدائي مثلا نبتديها بكيجي وابتدائي، البازل، الالوان، الصلصال، الحاجات التركيب والفك، الخرز، الحاجات اللي فيها مية ويبتدي ان هو يصطادها، المشابك، وحاجات تانية بسيطة زي ان هو يساعدني في حاجات البيت. يعني ابتدي اعلم ابني ان هو مثلا يساعدني في نشر الغسيل، او ان هو يلم معايا الغسيل، يطبق حاجات معينة، حاجات بسيطة بقى ابتدي ان انا اعلمها لابني. يعني كتير مثلا بقول للام ما تستسهليش، يعني الزرار علميه ازاي يعمل الزرار، لان ده بينمي مهارات معينة في ايديه، عشان كده يقدر يمسك القلم، وده سن ما قبل المدرسة. يعني الحضانة تيجي تقولي هو مش قادر يمسك القلم عشان انا مش معوداه على الحاجات اللي يعملها بالصوابع، فبالتالي ما عندوش المهارة التحكم في مسكة القلم. فلازم اعلم ابني ازاي ان هو يعمل الزرار. انا لما باجي بلبس ابني بستسهل وبقول لسه بقى هعلمه ولسه هيقعد الزرار، طبعا ده خطأ كبير جدا. علميه، خليه يبذل مجهود، انتي ابذلي مجهود شويه وعلميه. انا اسفه جدا لو حضرتك كأم ما علمتيش ابنك، مين اللي هيعلمه؟ مين اللي هيخليه يكتسب المهاره دي؟ برضو غسيل الوش، يعني الرعاية الذاتية، انه يغسل وشه، يغسل سنانه، يسرح شعره، يهتم بنفسه، النظافة الشخصية، الاستحمام، كل الحاجات دي لازم اعلمها لولادي. مفيش حاجة اسمها الزمن هيعلمه، بكرة يكبر ويتعلم، اصل هو هيتعلم. لازم انا ابتدي اعمل له الحاجة مرة واثنين وثلاثة، وابتدي ان انا افهمه بتتعمل ازاي، واسيبه يعملها مرة والتانية والتالتة. مش هيكون بيتقنها 100% لغاية ما المهارة دي تبقى حلوة جدا عنده ويعرف ان هو يعملها. وعلى فكرة الطفل وهو صغير بيتعلم احسن بكتير من وهو كبير. يعني انا لو علمته الحاجة وهو صغير هيلقطها على طول بطريقة سريعة جدا، وهيكون مبسوط ان انت اديتيله مسؤولية وعايزة تعلميه حاجة حلوة هو يعملها. وكمان هيكون عايز يثبت لنفسه ويثبت لبابا وماما ان هو كبير وان هو قادر يعمل الحاجة الصغيرة دي وان هو بيعرف يعملها. طيب معانا شوية صور كده بتوضح لنا بعض المهارات، تعالوا نتكلم عنها مع بعض.
زي ما احنا شايفين بعض الالعاب زي ما انا قلت ممكن نعملها في البيت عن طريق ان احنا بنعمل الرجل، رسومات للرجل بس مع اختلاف الاتجاهات بلوحة كبيرة كده، وببتدي ان انا احطها للطفل، وممكن انا كمان العبها معاه او اخواته الاكبر او الاصغر، وممكن نعمل تنافس كده بسيط بينهم وبين بعض مين اللي هيكسب مين الاشطر. طبعا المهارة دي مهمة جدا جدا، بتعلمه الاتزان، بتعلمه ان هو يعرف ان هو ينط، بتطلع الطاقة اللي هي المكبوته جواه، بدل ما يقعد يتنطط على الكنبه ويكسر الدنيا ويبهدل الدنيا ويتنطط على مرتبه السرير، لا هنا هيبتدي ان هو يتنطط. محتاجه تركيز انه يركز، هيتعلم الاتجاهات، هيتعلم اليمين والشمال، هيتعلم انه يكون متزن فيعرف ينط بطريقه صحيحه، عشان المفروض تكون رجله مظبوطه على رسمه الرجل اللي موجوده. طيب تعالوا نشوف بقى صورة تانية. هنا المهارات دي ان انا هجيب مجموعة من الاشكال الهندسية وابتدي ان انا اخليه ازاي انه يحط المثلث على المثلث، المربع على المربع. منها يتعلم الاشكال الهندسية، ومنها يتعلم الالوان، ومنها يتعلم التطابق، ان هو يعرف حاجة شكل حاجة فيحطها على بعض. فهنا انا بنمي اكتر من مهارة عند الطفل، وهشغل وقته، وفي نفس الوقت هعلمه حاجات كتير من خلال نشاط واحد. وممكن يعني بماتيريال بسيط قوي جوه البيت اقدر اني اعمل الحاجات دي. نشوف الصورة اللي بعديها، برضو نفس الحاجة بس هنعملها في بوكس، بحيث ان انا اعوده عن طريق اني انمي المهارات الصغرى بتاعة ايديه واعصاب ايديه، ان هو يمسك شكل المثلث او المربع ويبتدي انه يحطه جوه البوكس. فلما يكون الشكل صح فهيتحط في المكان الصح. منها يتعلم النظام، منها يتعلم ان لازم ان احنا نلم حاجتنا ونشيلها جوه البوكس فنحافظ على المنظر. يتعلم الالوان، يتعلم الاشكال، يتعلم التركيز انه يمسك الشكل الصح ويحطه في المكان الصح. نشوف الصورة اللي بعديها. هنا الولد برضو من خلال اسطوانة معينة برسم عليها أشكال هندسية، وبعد كده بجيب حاجات قص ولزق مقصوصة بنفس الأشكال، وبخليه إن هو يبص على الأشكال دي ويبتدي إن هو يطلعها ويلزقها كل واحدة مكانها. دي برضو بتنمي مهارات كتير عنده، بتنمي مهارة التطابق زي ما احنا قلنا، الألوان، الأشكال، التركيز، وإن هو يقدر إنه يمسك الحاجة بإيديه ويشيل الحاجة اللي هي القص واللزق ويبتدي إن هو يلزقها، والتركيز إن هو يلزقها في نفس الفراغ اللي موجود، ما تكونش بره أو ما تكونش جوه قوي، فيركز إن هو يحطها بطريقة صحيحة. ودي هتنمي مهارات كتير عنده، الإدراك والانتباه والتركيز، وهتنمي مهارات إيديه البسيطة دي، هتخليها قوية ويقدر إن هو يتحكم في الحاجة كويس. شوف صورة تاني. هنا الصورة أو المهارات دي مهمة جدا جدا. عن طريق بعض العصيان الستيك هنبتدي ان احنا نجيب بعض الاسطوانات الصغيرة ونبتدي ان احنا نصنف الالوان، يعني نحط الازرق مع بعض، الاصفر مع بعض، الاخضر مع بعض، وهكذا. من خلال المهارة دي ممكن اتعلم حاجات كتير قوي، اتعلم العد، اتعلم الالوان، اتعلم التصنيف ان انا اصنف الالوان مع بعض، اتعلم اني احط الحاجة مع بعض. يعني مثلا لما باجي اوضب فهو يتعلم المفروض احط الشوزات جنب بعض، الكوتشيات جنب بعض، مثلا الشباشب جنب بعض، فهو بيتعلم التصنيف، الاشكال اللي زي بعض بتبقى مع بعض، يتعلم الالوان، ويتعلم ان هو لازم يكون شخص منظم. دي حاجات بسيطة جدا، دي كانت آخر صورة معانا، حاجات بسيطة جدا جدا من الماتيريال اللي موجود عندنا في البيت، بس قد إيه بيفرق مع أولادنا إني أنا بلعب معاهم، إن أنا بنمي مهاراتهم، إن أنا بشاركهم، إن أنا بخصص لهم وقت في إني بعمل معاهم حاجات مهارية، وكمان عشان وقت فراغهم ما يكونش كله قدام الشاشات. وإحنا قلنا قبل كده في حلقات ماضية
خطورة الشاشات على أولادنا وإزاي إن هي بتأثر بالسلب على الإدراك والانتباه والتركيز لأولادنا، وبنرجع بعد كده بنقول الطفل عنده تشتت انتباه ليه، وكمان بتأثر في فرط الحركة عنده إنه بيكون هايبر بسبب الشحنات الكهربائية المتخزنة بسبب الشاشات اللي بيتفرج عليها باستمرار. وحاجة كمان، ابني مش هيفضل باصص في الشاشة مش بيتعلم حاجة، لازم أعلمه، لازم أفهمه، لازم أنمي المهارات بتاعته حتى لو كانت مهارات بسيطة، بس مع الاستمرار هيتعلم حاجة ورا حاجة. وكمان حاجات مهمة جدا لازم ان احنا نهتم بيها زي ما قلت، ان اسيب ابني يعتمد على نفسه، بلاش انا اللي اكون بعمل له كل حاجة. هيطلع طفل اعتمادي متعود ان ماما اللي تلبسه، ماما اللي تأكله، ماما اللي تسرح له شعره، ماما اللي تلبسه الشوزة، ماما اللي تربط له الرباط بتاع الشوزة. طبعا دي حاجة وحشة جدا جدا احنا بنعلمها لأولادنا. سيبيه يتعلم، سيبيه يعمل الحاجة غلط مرة واثنين وثلاثة وعلميه. لازم يغلط عشان يتعلم الحاجة الصح. بلاش تستسهلي، بلاش تقولي اصل احنا مستعجلين فلازم انا اللي هلبسه. لا، لبسيه قبليها بميعاد كافي واديله وقته في ان هو يتعود ان هو يعمل السوسته بطريقه صحيحه، يعمل الزرار بطريقه صحيحه، يتعلم يربط ازاي يربط الرباط بتاع الحذاء. الحاجات دي بتفرق جدا جدا في تنمية مهارات ولادنا، هتفرق معاه بقى في الدراسة، في التركيز، في الانتباه، في مسكة القلم، في خطه الحلو، لاني انا نميت المهارات بتاعة ايده. حاجات بسيطة جدا انا بكون مش واخدة بالي منها كأب وام. برضو مسكة المعلقة في ان هو ياكل، ان المعلقة يكون فيها الاكل وان هو ما يقعش، ويركز في ان هي توصل لغاية بقه. ده لو سنه صغير كيجي، يعني السن اللي هو ما قبل المدرسة، ده بينمي المهارات التركيز والانتباه، وان هو يكون حريص جدا على الاكل يخش جوه المعلقة، وان هو ما يطلعش بره لغاية لما يوصل لبقه، وتركيزه ان هو يوصل ازاي بامان لغاية بقه. ولما بياكل معلقة واتنين صح من غير ما بيوقع، قد ايه بيكون مبسوط وفرحان. ودور الام هنا مهم جدا في تشجيعها، ان هي تحاول تشجعه. يعني ممكن ييأس اول مرة ان هو معرفش يعمل الزرار فيعيط، ابتدي ان انا اشجعه واقول له عادي، انت هتقدر المرة الجاية انك تعمل الزرار او هكذا. برضو غسل الاسنان وتسريح الشعر والنظافة الشخصية دي حاجات مهمة جدا جدا. الرعاية الذاتية دي اول حاجة لازم نعلمها لولادنا، ونسيبهم يعتمدوا على نفسهم، بلاش احنا اللي نعمل لهم كل حاجة. من أشهر المناهج المنتشرة أو من أشهر الحاجات المنتشرة اللي بتخلي وتنمي مهارات أولادنا وهو منهج ماريا مونتسوري. ودي أشهر حد فعلا استخدم حاجات كتير جدا جدا من خلال الحواس، استخدام الحواس، إن الطفل يشوف الحاجة، يلمس الحاجة، أو يسمع الحاجة، يتذوق الحاجة، ويبتدي إن هو يفهم المهارة دي عن طريق استخدام الحواس. وطبعا المنهج ده بيستخدموه كتير قوي في بعض الحضانات وفي بعض المدارس. فلازم ننمي مهارات أولادنا، نشوف ايه المواهب اللي بيحبوها. لازم الرياضة دي نقطة مهمة جدا، بيحب كرة القدم، بيحب السباحة، جمباز، باليه، كاراتيه. لازم أنمي مهارات أولادي، ولازم أنمي موهبة أولادي. كمان لو بيحب آلة معينة موسيقية أو صوته حلو فبيحب يغني، كل الحاجات دي لازم أشتغل على أولادي وبناتي فيها، علشان ده هيأثر عليهم بالإيجاب أو بالسلب. لو ما اهتمتش هيأثر عليهم من الناحية الدراسية ومن الناحية النفسية ومن الناحية السلوكية. وأكيد أنا يهمني أن ابني يكون ملم بكل حاجة، فلازم ننمي مهاراتهم وننمي مواهبهم ونهتم بيهم. بلاش كلمة أنا مش عارف هو شاطر في إيه، لازم نسألهم ولازم نشوف هو متميز في إيه، وابتدي إني أشجعه وأنمي الموضوع عنده، لأنه هيفرق معاه كتير. شكرا ليكم ومنتظراكم إن شاء الله الحلقة القادمة الأسبوع القادم وبرنامجكم أولادنا يستاهلوا.